استضافتكم لينا في ندوات ويعني جلسات في الجمعية، وإن شاء الله نلتقي في الخير. شكرا يا سيادة المستشار وشكرا لحضراتكم. أقدم الدكتور طارق زيدان مؤسس ائتلاف شباب الثورة مصر الحرة. السلام عليكم يا جماعة. أنا طبعا يعني ليا الشرف إن أكون في وسطكم، وليا الشرف أكون في وسط جمعيات شباب المسلمين، الجمعية اللي طول عمرها جمعية معتدلة، طول عمرها جمعية بتعمل لصالح الإسلام وصالح البلد. طبعا جمعية شباب المسلمين أثناء الثورة كان لها دور كبير جدا. اللي ما يعرفش احنا كنا بنبيت ناس هنا في الجمعية، وكانت الجمعية مفتوحة تماما حتى للمصابين ولبعض أعضاء اللي كانوا معانا في الميدان اللي كانت ظروفهم الصحية ما تمكنهمش انه يباتوا في الميدان. طبعا لا ننسى ابدا 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 زي ما قال الدكتور عصام نظام زميلي ان اول ناس فكروا يعملوا نصب تذكاري للشهداء واتعمل بشكل يليق بالشهداء كانت جمعيه شباب المسلمين. فبنحيي الجمعيه لانهم سبقوا كل واحد في مصر وسبقوا حتى كل الجهات وسبقوا حتى الثوار في الميدان وعملوا نصب كبير جدا، وكان مجهود يشكر عليه وكانت تكلفه عاليه، ولكن يعني هي الجمعيه يعني ده شيء مش غريب مش جديد عليها. وبشكر سعاده الشيخ احمد الفضالي اللي اتاح لنا الفرصه دي ان احنا نلتقي بيكم ونتشرف بكم. وبرضه لن اخفي سرا ان في بعض اجتماعات اللجنه التنسيقيه للثوره اللي بشرف ان انا عضو فيها بضم جميع الائتلافات والاخوان وجميع وطنيه التغيير كانت بتتم هناك في هذا البهو، وتم يعني التصويت على اخطر قرارات، وجمعه المحاكمه والتطهير بالبرنامج اللي عملها تم التخطيط ليها وتم اعداد برنامجها من داخل جمعيه شباب المسلمين في البهو اللي قدامنا دوت. فتحيه لكم جميعا، تحيه جمعيه شباب المسلمين. شكرا. احنا عايزين الثوار دول مش بس المركز العام، يزوروا القرى بتاعتنا والمدن ويبثوا روح الاستقلال والتحرر عند شبابنا. ده شيء احنا كلنا محتاجينه ان شاء الله، وهم حابين الشبان المسلمين لان الشبان المسلمين تتماشى مع افكارهم ومبادئهم. شكرا للدكتور عصام النظامي، شكرا للدكتور طارق زيدان. هم عندهم اجتماع مع المجلس الاعلى للقوات المسلحه، فمعذره كنا نفسنا يقعدوا معانا اكتر من كده. اتفضلوا. الحقيقه طلب زميل لنا فاضل ان احنا نعرض الميزانيه التقديريه لعام 2011. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للموازنه التقديريه ل 2011 هي تقريبا بزياده 10% عن السنه